ورجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا في بدايه حلقتنا النهارده هنتكلم عن الايمان والبر. يسعدنا ان ويشرفنا النهارده ان يكون معانا ومع حضراتكم فضيله الشيخ عباس فتحي صالح من علماء الازهر الشريف. هنبتدي هذا اللقاء الحقيقه بالايه القرانيه: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. صدق الله العظيم. خلينا في البداية فضيلة الشيخ إذا بنتكلم في سياق هذه الآية الكريمة المباركة، فنفهم من حضرتك كده البر مش إنه نولي وجوهنا يعني قبل المشرق والمغرب، لكن البر إن احنا نؤمن بكل ما جاء في كتاب الحق سبحانه وتعالى بهذا الترتيب: بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فمراتب الإيمان مختلفة، ومراتب البر برضو أو منزلة البر الحقيقة منزلة كل إنسان يتمنى أنه هو يصل لها. نعم. فنبدأ مع حضرتك كده ونفهم ايه العلاقة ما بين البر والإيمان. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، وبعد الرضا ودائما أبدا لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. لا تحرمنا يا ربنا منها أجر صلاة واحدة. ربنا اكتب لنا في المنام رؤيته، واكتب لنا في الدنيا زيارته، وبلغه يا مولانا منا الآن الشوق والحب والسلام. اللهم شفعه فينا بعد مماتنا، اسقنا من حوضه، اجمعنا به في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصل اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم. أحبتنا في الله، صلوا عليه وسلموا تسليما، فبها تنالوا جنة ونعيما. البر أعلى المقامات، لأن ربنا في الآية 177 من سورة البقرة قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كما كان يفعل من قبلنا من اليهود والنصارى. يتجه النصارى اتجاه المشرق، وإخوان اليهود هؤلاء يتجهون اتجاه بيت المقدس إلى المغرب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم انتقل بعد الإيمان إلى العمل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 6. ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل البر هو المقام الذي إن صدق الإيمان عملا حقق الإيمان. فالإيمان ليس قولا باللسان، ولكنه قول باللسان وتصديق بالجنان أي القلب، وعمل بالجوارح والأركان. فإذا فعل كل هذا كانت الغاية التي يصل إليها كل من أراد ربه أن يكون من الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم. فعلى الأرائك ينظرون إلى أن وصف يعني هذا المقام العظيم لهؤلاء الأبرار. ويعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا البر مقام عظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لن تنالوا البر أي لن تصلوا إليه حتى تنفقوا مما تحبون. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر كان يحب السكر فكان ينفق مما يحب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يحب الحدائق فهي أحب إليه، كما تصدق الصحابي ببير حاء. وهذا البر هو جماع أعمال الخير كلها. فنقول بر في يمينه أي صدقه ونفذه، بر ربه أي توسع في الطاعات لربه عز وجل، بر والديه توسع في الإحسان إليهما والرأفة بهما وطاعتهما والتقرب إلى الله بحبهما.
فهذا البر كما وصفه العلماء يقولون هو المقام الأجل الذي يريد الناس الوصول ايوه، إليه بالعمل. ما هي دي اللي عايزين نسأل حضرتك فيها فضيلة نعم. الشيخ. يعني كل الناس تتمنى طبعا انها توصل لهذه المنزلة، نعم. لكن في اعمال معينة لازم يعملها الانسان عشان يوصل لهذه المنزلة. على رأس هذه الاعمال هو الايمان بمراتب المختلفة. نعم. طب وصلنا لهذه المراتب المختلفة وربنا يكتبها لنا جميعا يا رب، لكن في اعمال بقى دنيوية الانسان بيعملها. نعم. زي ما حضرتك قلت مثلا من المنازل دي الانفاق مما نحب. نعم. خلينا نقف على الجزئية دي. الانفاق له برضو مراحل متعددة وله منازل متعددة. نعم. و يعني الانفاق مما نحب دي بتبقى احيانا صعبه على الانسان، فعايزين نوصلها نعم. برضو للناس النهارده ما نفهمها. هو ربنا سبحانه وتعالى لما أتى بالإيمان أولا نعم. لشرط البر إنه أعماله تنطلق من الإيمان. صحيح. فالإيمان يجعله يخرج من صحيح. أجل مولاه. مرضات الله. نعم. الإيمان يجعله ينفق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون هذه علامتها الإيمان، لأنه قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا أراد الإنسان علمهم صلى الله عليه وسلم من الإنسان حتى بعد الموت يتمنى الرجوع إلى الدنيا من أجل الصدقة. ليه؟ لأن الصدقة دي عمل عظيم جدا، ويكفي فيها ان العبد لن يكون اكرم من الخالق عز وجل. صحيح. فسيدنا موسى عليه السلام كان معه رجل فقال يا موسى سل ربك كيف يعمل بي، ماذا يصنع معي؟ قال تغتني 5 سنوات. اسف احنا مع حضرتك. لا ولا يهمك يا فضيلة الشيخ. يعني قال تغتني 5 سنوات ثم تفتقر. فمرت ال5 سنوات ولم يفتقر الرجل. فإذا به يسأل موسى يا موسى سل ربك لما لم أفتقر؟ قال يا موسى فتحنا عليه بابا ففتح 5 أبواب أفيكون المخلوق أكرم من الخالق؟ لا إله إلا الله. فالصحابي طلحة بن عبيد الله لما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويتصدق ببيرحاء. بيرحاء هذه يعني في المدينة كان حديقة غناء فيها ماء عذب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يشرب منه. فجه لسيدنا النبي وقال له أنا أريد أن أتصدق بهذه البيرحاء. النبي قال اجعلها في الأقربين. نعم. صلى الله عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان يحب التقرب إلى الله يتقرب إلى الله بما يحب. ربنا يفتح عليك يا فضيلة الشيخ. عايزين نعرف من حضرتك كده في انواع للبر. احنا اتكلمنا مثلا من انواع هذه انواع البر انه الانسان ينفق مما يحب، لكن في انواع تانية. نعم. خلينا نتكلم مثلا عن بر الوالدين. نعم. ده مرحلة من المراحل بتوصلنا برضو لمنزلة البر. نعم. في العمل ممكن احنا برضو اتقان العمل او غيره فنوصل فيه لمرحلة البر بهذا العمل. يعني اشياء كثيرة جدا لو الانسان ابتغى مرضات الله فيها هيوصل لمرحلة البر. حدد العلماء أنواع البر ببر الصلة. نعم. بر الصلة أن ينفق من ماله في كل سبيل يحبها ربنا يفتح سبحانه وتعالى. نعم. فينفق على الفقير والمسكين وابن السبيل هكذا. في طلب العلم. المال على حبه ذوي نعم. القربى الأقربين واليتامى. الأقربين سواء من ذي رحمه أو غيره أو من جيران. من الجيران. دي برضه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وابن السبيل والسائلين في الرقاب. ثم جعل هذا الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى يكون بالليل والنهار، يكون في السر والعلانية. فقال صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، وإن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد فطيبوا بها نفسه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذا كانت أم المؤمنين تعطر الصدقة قبل أن تخرجها، لأنها تقول إن نبينا علمنا إن الصدقة تقع في يد الله
قبل أن تقع في يد العبد. ربنا يفتح عليك. ينفقها في إيه الصدقة؟ على طالب علم، على تجهيز فقيرات ويتيمات بالظبط. كل ده للزواج، صحيح. على إنفاق على مريض لا يستطيع بالظبط. عمل عملية ولا يستطيع أن في طلب يأتي العلم. بالدواء، طالب العلم هذا. ثم يكون هذا أيضا في الزكاة. ويجي العلماء بعد ما يخرج الزكاة يقولون هل في المال حق سوى الزكاة؟ يقولون نعم، هذه الصدقات. ثم واجب على هذه الأمة إن أخرجت الزكوات والصدقات واحتاج الفقراء إلى المال، كان واجب على الأمة وفرض كفاية عليها أن تخرج من مالها لهؤلاء المحتاجين والفقراء. ولذلك يعني في وقت الجائحات ووقت كذا الناس كلها تخرج من مالها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا سبيل المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد في العمر إلا البر، وعلمنا البر حسن الخلق. وحديث النواس بن سمعان يقول سألت رسول الله عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق. وفي حديث آخر قال ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ووضح أن الأعمال كلها سائر العمل بالظبط. وضرب مثلا بالصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأتى بضدها وقال ونهى عن الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ربنا يفتح عليك ويزيدك يا فضيلة الشيخ ويبعدنا ان شاء الله عن هذه المنزله. امين. طيب خلينا نقول الانسان لما يوصل لهذه المرتبه يا فضيلة الشيخ، هل بيعود عليه هذا النفع لازم يبقى في الدنيا؟ احيانا ممكن يبقى في الدنيا وبيشوف بعض العلامات، واحيانا بيبقى يعني ربنا يدي الناس كلها العمر في الاخره. لكن لو احنا قلنا الانسان يعني بيفضل يتحرى هذه المنزله ونفسه يشوف علامات، ايه العلامات اللي ممكن يشوفها؟ العلامات التي يراها ان ربنا يطيل في عمره مثلا. العلامات التي يراها إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. نعم. ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا بالبر، هذا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فالبر حسن الخلق. البر يراه في طاعة الوالدين وبر الوالدين والإحسان إليهما. البر يراه في حسن معاملته للخلق والإحسان إليهم والتودد إليهم. البر يراه في طاعاته لربه في سائر الأعمال والطاعات، فيرى أثر بره بركة وقربا ونورا وسرورا في حياته كلها. لكن من ابتعد قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربنا يعزنا جميعا يا رب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل البر. إن الأبرار لفي نعيم، ثم أتى بغيرهم وقال وإن الفجار لفي جحيم. قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذه المنازل العظيمة لا تكون إلا من حيا وأحيا نفسه وقلبه وجوارحه في طاعة مولاه، فإذا كان في ذلك أتاه السرور في الدنيا وشعر بالقرب وأتته الرسائل الربانية من مولاه وختم له بخاتمة الإيمان، وكان في مكانهم في جنة ربنا الرحيم الرحمن.
ربنا يفتح عليك يا فضيلة الشيخ ويزيدك. طيب خليني اقول لحضرتك بقى انه ممكن الناس بقى تقول لحضرتك فضيلة الشيخ انا بسمع حضرتك دلوقتي وبشوفك ونفسي اوصل لهذه المنازل. حضرتك قلتها يعني عرضا في هذا الكلام، لكن نقولها كده، لو حضرتك بتقرب بتدور على البر فشوف والدك ووالدتك فين لو على قيد الحياة ربنا يديهم الصحة، وابدأ يعني برهم اكتر من كده. لو انت نعم. حضرتك يعني مقتدر وعندك مساحة من الصدقات وزكاة مالك وغيره، يعني حضرتك ممكن تقول لنا كده ايه جعل شوية منازل كده ممكن تقربك. أولا الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة طبعا وكتاب الله طبعا تطبيقا عندنا وكتاب الله اقتداء وكتاب الله دستورا والنبيين اعمالك الدنيوية بقى الإيمان كلها بما جاء به أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد الإيمان بيحرك الجوارح بالظبط كده للعمل، فعدد وجوه الإنفاق ثم قدمها لأنها نفع الغير على نفع النفس. نعم. وأخر نفع النفس، قال وأقام الصلاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ده جاء بعد الفعل الذي ينتقل نفعه للغير. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا مثلا صحيح. وهذا أمر بلاش نقد العهود ده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحدهم وقال إن قريشا أمسكوني وقالوا نتركك على ألا تقاتلنا مع محمد، فإذا به يقول هذا حرب والحرب خدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه والصابرين في البأساء والضراء. فالصبر على النعم الرجل الله يبتلي عباده بالنعمة والابتلاء بنزعها. ازاي يا فضيلة الشيخ؟ يعني واحد ربنا يرزقه الأولاد، هذا ابتلاء بالعطاء. أيوة. وآخر يبتليه الله بالمنع، آخر يعطيه الله المال. أيوة. وفقير يبتليه الله بالفقر. نعم. فهذا في الحديث إن من عبادي من لو أغنته لفسد حاله وغناه أصلح له، وإن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله وفقره أصلح له. فيبتلي الله بهذا وهذا، ده يختبر بالنعمة وهذا يختبر بالابتلاء، فكل مختبر وعليه أن يصبر على النعمة فيعالج نفسه أن يخرج من نعم الله الذي أعطاه ويجعل في كل شيء لله شيئا لله يخرجه، ويجعل في كل نعمة زكاة يخرج منها لله سبحانه وتعالى. على النقطة دي فضيلة الشيخ والله ربنا يفتح عليك حضرتك ويزيدك، يعني في درجة من درجات البر ان الانسان يصبر على الابتلاءات اللي موجودة في حياته. نعم. زي ما حضرتك كده ذكرت او عددت بعض الابتلاءات، لكن في بعض الناس غصب عنها فضيلة الشيخ وبرضه بترجع مرة تانية بتقول لك انا ربنا ابتلاني ليه، انا مش غيري. يعني ممكن يكونوا شايفين حضرتك دلوقتي ونفسهم يسمعوا كلمة كده عن انه الصبر على الابتلاءات دي من فعلا المنازل الكبيرة جدا عند الحق سبحانه وتعالى، ويمكن آيات الصبر كثيرة جدا في القرآن. أولا أمرنا الله واستعينوا بالصبر نعم والصلاة. نعم. وفي الأثر إن الله قبل أن يبتلي العبد بمصيبة يرزقه الصبر عليه. نعم. فتجد الناس يقول لك ده سكرة الموت واخداه لسه مش حاسس بالموضوع. أيوة. لكن نبينا علمنا أن الابتلاء طريق الأنبياء، فقد قالوا الابتلاء يا ضعيف العزم طريق الأنبياء، ناح فيه نوح ووضع إبراهيم في النار وقتل فيه يحيى واغتيل فيه زكريا ووضع سل الجزور على رأس الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء هذا يحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى. والنبي يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، حتى يقول إن الله لا يبتلي العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، يموت وليس عليه ذنب. وإذا جاء يوم القيامة قال يتمنى أهل البلاء في الجنة أن لو قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما هم فيه من الآجر. فالذي يعني يرضى، النبي يقول من رضي فله الرضا. نعم ونعم بالله يا فضيلة الشيخ. يعني زي ما قلنا كده انه مراحل الصبر كتيرة ومراحل الرضا برضه. بالظبط. نعم.
يعني درجات الصبر وتبشير للصابرين في كل يعني درجات الابتلاء الحقيقه ايات كثيره جدا. نعم. حضرتك اتكلمت عن الرضا، ما هو برضو سبحان الله يعني احيانا برضو الابتلاءات دي لازم تكون مصحوبه برضا الانسان. نعم. ويعني سبحان الله. وهذا الرضا هو الأجر، وأعظم المنازل عند الله في منزلة السائرين السالكين في منازل العبادة بين إياك نعبد وإياك نستعين الرضا والتسليم. فيقول يا رب ما ترضى أحب إلي مما أرضى. يا رب، الصحابة يقولوا كده، أعطاني 4 فأخذ واحدا. نعم. وأعطاني 4 يعني يدين ورجلين فأخذ واحدة، فله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما أخذ، فأخذ مما أعطى، فرضي بما أعطى سبحانه وتعالى، فرضاهم الله وعوضهم الله. لدرجة أن صحابي كان في سفر فجيه من السفر، فزوجته قالت له أرأيت لو أن جارا لنا أعطانا عارية ثم طلبها أكنت تعطيه إياها؟ قال نعم. فقالت احتسب ابنك عند الله. بعد أن صنعت له الطعام والشراب وقضى ليلتهما. قال يا امرأة أتتركيني آكل وأشرب وأنام ثم تبلغيني الخبر بعد كل هذا؟ والله لأشكونك إلى رسول الله. فإذا به يشكو لسيدنا النبي، فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما فأنجب ولدا أنجب 10 كلهم يحفظوا القرآن. لا إله إلا الله، ربنا يفتح. فهذا الرضا يعني لما ترين أم سلمة مات زوجها والنبي يقول لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت ومن خير من أبي سلمة؟ فإذا بأبي بكر يخطبها فترفض، وسيدنا عمر فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فكانت صارت أما للمؤمنين، وكان صلى الله عليه وسلم خيرا من ملء الأرض من أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. فلا بد وأن نرضى وأن نقول اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وأن نعلم أننا نختبر، لأنه قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البر في الدنيا والآخرة. والله ربنا يفتح عليك ويزيدك فضيلة الشيخ. الحقيقة استمتعنا واستفدنا جدا من صحبة حضرتك الطيبة المباركة، ربنا يجعلها دايما في ميزان حسناتك. بنشكرك شكرا جزيلا. امين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ عباس فتحي صالح من علماء الازهر الشريف، شكرا جزيلا لحضرتك، ودايما نقابل حضرتك على كل خير باذن الله. دعوات حضرتك لينا بقى جميعا يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. هنقف مع حضراتكم في فاصل سريع، وبعد الفاصل نكمل فقراتنا، انتظرونا.